والله يابا الدنيا حارة ولازم نبرد على قلبنا، فخلو نسوي عصير البرتقال الفريش الطبيعي. هلا وهلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله كله بخير وصحة وسلامة. اشتاقيت لكم كلش هواية حبايب قلبي، رجعت وياكم بفيديو جديد. ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وينال من رضاكم حبايب قلبي. فيديو يجنن، تابعوه للنهاية راح كلش تحبونه. هذا الفيديو يعني أنا جمعتهن أكثر من يوم وحبيت أنزله لكم هسه. فيلا حبايب شوفونا همتكم، أريد التفاعل الحلو، أريد اللايكات، وأريد تعليقات، كل وحدة تعلق 10 تعليقات بالصلاة على محمد وآل محمد. إن شاء الله بهذا اليوم المبارك مقضية حوائجي وحوائجكم بحق محمد وآل محمد. فيلا حبايب صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. مثل ما تشوفون يا حبايب الجو حار، درجة الحرارة عبرت 50، فلازم فد شي منعش يبرد على القلب وطبيعي. فهنا أنا سويت عصير البرتقال الفريش، وهذا الجلاس الكيوت في حركاته هذه للإنستا. فبعد ما خلصت هنا أنا شوفوا لي عندي الهوسة الفوق الطابق الثاني، بلشت عزلت الطابق الثاني كله. طبعا أنا كنت كله مصورته بس حبايب ما أعرف التليفون كان ما يصور، ما أعرف ليش. فهنا أنا حبايب النضة كلها نضدتها، هذا الفراش كله عزلته. هنا أنا بنات الحمام هذا كله رتبته وجلفت الحايض جلفت الأرضية. هنا أنا بنات أنا هاي السطولة مخلية بيهن التمن والشكر مثل ما تشوفون، والزيت مرتبتهن بهاي الطريقة مخليتهن على صفحة. وهنا أنا هماتين المجمدة منظفتها ورتبتها، فكل شي بالفوق نظفته يعني بنات بهذا اليوم. هذا التصوير أول بارحة، فلو أسولف لكم يعني نظفت الفوق ونزلت نظفت الجوة. فهذا كله تنظف وترتب وتعزل، وهواي أشياء ذبيت كنت ما محتاجتهم ذبيتهم. فمثل ما تشوفون اللمعة بالقاع صار يجنن ونظيف. بعد ما خلصت الحمام وخلصت الغرفة جيت هنا بلشت أمسح بالمحجر. فأنتم خليكم ويا الفيديو وتعالوا اسمعوا قصة صديقتنا شو تقول. تقول البنية أنا متزوجة عمري 38 سنة، تقول عندي 3 أطفال وأطفالي بالمدارس. بس أنا كنت يعني أنا وزوجي كان زوجي مدلني دلال من كنت يم عيالي. من طلعت بيت وحدي زوجي تغير، يعني قامت تصير عنده علاقات وخيانة زوجية، وبنفس الوقت بيوم اللي أروح أنا لأهلي يجيبهن للبيت. يعني هيك واصلة القباحة. قاطع الموضوع، شوفوا حتى السطح نظفته وغسلته، هذا كله بالليل. فأنتم خليكم ويا الفيديو. فتقول هذا الشيء تطور، فتقول أنا سكتت عليه مرة مرتين 3، فتقول هذا الشيء تطور قام بحيث وصلت إنه يجيبهن على فراشي. فهي هسه تريد من يمكم حل. تقول شنو أسوي؟ أنا بعد ما أتحمل. فهي هسه تطلب من يمكم بنات حل. تقول أعوفه وأرجع لأهلي وأذب أطفالي علي، لو أخذ أطفالي، لو شنو أسوي؟ تقول أنا الخيانات الزوجية مالته متعددة، قمت ما أتحمل، وبنفس الوقت تقول حتى قمت ما أطيقه. فهي تريد رأيكم، فأني راح أخليكم أنتم تجاوبون وأني راح أنصحها بدوري. هنا أنا شوفوا نظفت أنا عندي البيت مثل ما شفتوا، يعني هذا بعد ما خلصت الفوق نزلت هنا نظفت الجوة هماتين. فأنتم خليكم ويا مستمرين ويا الفيديو وأنا راح أنصحها. شوفوا حبيبة قلبي، أنا ما راح أقول ليش تطلقي أو ارجعي لبيتك، هي هسه حاليا زعلانة يم أهلها، فأنا ما راح أقول لك هذه السوالف. أنا راح أقول لك شغلة واحدة، ثق وأمني، الرجال إذا خان مرة يخون 1000 مرة. قاطع الموضوع، آسفة. هنا أنا بنات رحت أوفي نذري، الحمد لله والشكر موسى بن جعفر ما قصر. فهنا احنا بالطريق رحنا لزيارة موسى ابن جعفر عليه السلام، فرحت وفيته الحمد لله والشكر، رجلي رجع بصحته والحمد لله والشكر، العملية على خير عدت. فرحت أوفي نذري. فهنا أول ظهور إلي بالقناة، هسه راح تشوفون من
طش الواهلية والحمد لله والشكر. فأنتم خليكم ويا الفيديو. حبيبة قلبي، صدقيني الرجال إذا أنت دريتي بيه يخونك وبقيتي وياه وسكتي راح يسوي الأتعس. لو أنت بساعتها من دريتي اتخذتي قرار حاسم، خلص خلي عندي قيمتي وين؟ كرامتي وين؟ يعني أنت ما تقولين هو جاي على فراشي، أنا وين؟ احترامه وين؟ شنو هالذلة؟ يعني شنو عندك آكل خبزة عند أهلي ما آكل خبزة؟ لا، أنا ما أقول لك هجمي بيتك بإيدك، بس كل شو للخيانة الزوجية وعلى فراشي. مرات الخيانة الزوجية تصير بالموبايل، مرات تصير يعني عن طريق كلام، محادثات شوية نقول نقدر نتهاون بيها، أو المرة تقدر تستحملها، بس على الفراش توصل ويجيبها لبيتي وأنا ما موجودة. أولا حرمة البيت وينها؟ ثاني شيء أنتي شو تعرفين من اللي جابها؟ شنو اللي تعرفينه؟ وجماله يعني أنت جاي تشوفين خيانات، جاي تشوفينها بالموبايل. يعني هسه أتحداش تفتحين موبايله، ما تقدرين تفتحين موبايله، كله رموز وهاي السوالف. هو لو ما عنده شيء عادي كان ذب التليفون، بس هو باليوم أنت تقولين ويا 30-40 وحدة، فهذا واصل مرحلة. هذا باعي الرجال قبل لا تعرف المرة إنه هو بدأ يخونها، من يريد يسوي فد شي غلط يحاول يضمضم، تشوفينه يكون خايب متردد، يعني عينه على تليفونه، يقلب تليفونه، هذا تعرفينه بدأ يخون وخايف. من يدري بيك انت دريتي يصير الموضوع عنده عادي. صدقيني اليوم جاباها على فراشك باكر يجيبها قدامك. هذا شنو؟ هذا صار عنده عادي. فأني هذا ما مستعدة أكمل حياتي وياه. صدقيني ما يستاهل أكمل حياتي ويا هيك شخص، هيك إنسان ما معتبر وجودي، هيك إنسان يلغي وجودي ويا يا ريت إنسانة تستاهل. لو بالحلال ما يخالف، بس هم بالحرام، وهم أنت ما موجودة، وهم ما أنت ما تدرين، وهم حرمة البيت دايسها هو. على شنو باقية وياه؟ أنا ما أفتهم بنات، يعني من توصلون هيك مرحلة ليش تحاولون تلغون كرامتكم؟ راح تقول لي أطفالي وشون أعيشهم؟ لا، هذول الأطفال الأب المو أمين على زوجته وعلى بيته، هذا مو أمين على أطفال، هذا مو كفو ولا سند آني ولا أحتمي بيه وأخلي أطفالي وياه. أتمنى جاوبتك، وإن شاء الله عندي حكي وياش بعد بالخاص. فمش الفيديو بنات، شفتوني وصلت للإمام موسى بن جعفر عليه السلام، طشيت الواهلية والحمد لله وشكر ربي يقضي حاجتي وحاجتكم بحق باب الحوائج. فهنا هذا بطريقنا راجعين للبيت، فكانت الأجواء كلش حلوة بس كلش تعبنا. وهذا الروتين مال اليوم، روتين امرأة صائمة. هنا أنا اليوم صايمة، هو تعرفون دحو الأرض. فهنا غسلت الملابس، صعد شريت الملابس مثل ما تشوفون، نزلت حتى أسوي الفطور. هنا قصصت البوكيتة، قصصت الدجاج مثل ما تشوفون، نقحت التمن. فراح شنو أسوي؟ واضحة الخطة، برياني. هنا هماتين سلكت العدس هو والدجاج، خليتهم على النار. اجيت هنا شلت المفرش مال الكفر مال المندر مال الشرباية. هواي سألتوني بنات عليه، هذا المندر 350 سعره، طبي بنات بضمان 10 سنوات، كلش حلو. بعدها من شلت المفرش من يمه، خليت للمفرش الثاني وعزلت الغرفة وكملتها، ورجعت هنا أكمل الفطور. هنا الشعرية راح أحمسها مثل ما تشوفون، وراح أخلي وياها صدر الدجاج تنحمس. وهنا مثل ما تشوفون أني ايدي أكثر من شغلة. تعالوا شوفوا الغرفة شلون نظفتها ورتبتها وعزلتها بنات، وفرشت هذا النزلة كلش أحبها. فصارت الأجواء بيها حلوة، بين يعني ما يستوي جدري. أني يعني ما أحب أوقف بمكان واحد وأشتغل، لا،
يعني أنا إيدي بأكثر من شغلة بوقت واحد. تفتهمون شلون حبايب؟ فهنا أنا مثل ما تشوفون الغرفة كلها نظفتها ورتبتها، والبيت كله نظفته وعطرته على حسب الأصول قبل الفطور. فحبايب أتمنى ما تنسون من اللايك والاشتراك والدعم للقناة. يلا حبايب، أريد تفاعل حلو، أريد كلامكم اللي يجنن، وانطوني رأيكم بالقصة بالتعليقات. هنا أنا هماتين الحمام غسلته، بطخ الحار نظفته. شوفوا الشوربة عندي استوت، سويتها بنات بصدر الدجاج فكلش طيبة. هنا أنا بعد راح أخليها يعني تسبك براحتها. هنا أنا عندي البريان الدجاج استوى، صار الطعم ولا غلطة. بعد ما طفيت جدورتي بلشت أمسح بالبيت، مسحت البيت كله مثل ما تشوفون. هاي المسحة الرابعة مدري الخامسة، يعني ديتول ومعطر وهذه، فتنطي يعني انتعاش شوية بالمكان. فمثل ما تشوفون شوية بنات الجو كلش حار ودرجة الحرارة عبرت، واحنا اليوم صيام، بس الحمد لله والشكر قدرنا نكمل، وان شاء الله ان شاء الله صيامنا مقبول. هنا أنا مثل ما تشوفون أنا مستمرة أمسح بنات، ومو تنسون أريد تعليقاتكم الحلوة والجميلة، وبلا تجريح بكلامكم بالتعليقات. البنية راح تتابع تعليقاتكم كلكم، وإن شاء الله حبيبة قلبي تتخذين القرار الصح، تتخذين القرار الحاسم لعلاقتك انت وزوجك. زين، يعني تقولي له لازم أخلي خطوط ولازم أخلي حد. زين، هنا أنا بعد ما كملت البيت كله طلعت غسلت الحوش، بلشت هنا أنا أنشف بالحوش. يعني هنا أنا إجا زوجي هماتين طلع يغسل بالشارع وهذه السوالف، فهنا أنا سقيت النباتات كلها. بعدها شوفوا الحوش شلون صار نظيف ويلمع لمع ويجنن، وريحة النظافة وريحة الديتول ما أسولف لكم. أنا بنات يعني دائما أنظف البيت كله آخر شي الحوش، وبعدين يعني انتبه لنفسي، سبح ترتيب مكياج خفيف هاي السوالف. بعدها وصلت العلاقة الامدادات، جاب لنا روبة. وبنات انا من عشاق الكيك اللي قد ما تصورون، فجاب لنا هاي القطع مال الكيك، وهذه الشوكولاتة هماتين. هذه النسلة بنات كلش طيبة، يعني انا وزوجي نحبها. فهاي العلاقة مال الامدادات علاقة السعادة انا بالنسبة الي، وهذه يعني ما راح ناكلها بيوم، لا راح تبقى بالثلاجة، يعني حسب يعني واحد باشتهاته هيجي. هنا أنا بنات شوفوا صبيت الفطور، سهمنا وسهمكم ألف عافية. إن شاء الله صيام مقبول وإفطار شهي بحق محمد وآل محمد. وصلتوا للنهاية، أحبكم يا أحلى ناس، باي.